مشاهدينا الكرام أوفياء الفضائية تونس 7 أحباء الرياضة، مرحبا بكم. هذا النقل المباشر من الملعب الأولمبي بالمنزه، لقاء المباراة الأولى، الجولة الافتتاحية لبطولة الموسم الكروي في كرة القدم. هذا اللقاء يجمع بعد قليل الترجي الرياضي التونسي بالنادي الرياضي الصفاقسي. امامكم حكم المباراة جمال بركات. الملعب الاولمبي بالمنزه، اجواء كبيرة على المدارج بين احباء الفريقين، وانطلاق المباراة بين الترجي والنادي الصفاقسي. هذا اللقاء يحمل رقم 97 في تاريخ لقاءات الفريقين لحساب البطولة الوطنية. هجوم للنادي الرياضي الصفاقسي بسرعة على الجهة اليمين، تدخل خالد بدرة، ثم في المناسبة الثانية التدخل من وليد يكن. الركنية الأولى للنادي الرياضي الصفاقسي بعد مرور دقيقة على انطلاق المباراة. الركنية تابع ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي، ثم تنعطيكم التشكيلة بتاع الفريقين. الركنية باش يتولى تنفيذها عبد الكريم النفطي على يسار الحارس جون جاك تيزي. تتنفذ الركنية رأسية ثم ترجع من رضي الشعايدي، اسكندر سويع، عبد الكريم العوجي، كريم غازي. ترجع الكرة للنادي الصفاقسي مرة أخرى عن طريق عبد الكريم النفطي. الهجوم، التوزيع وبدرة مرة أخرى. لقاء يبدو مشوق وحماسي وانطلاقة قوية للمباراة. سي الحاج سليمان نعطيه التشكيلة لو سمحت بتاع الفريقين، ونبداو بالفريق الضيف، ضيف فريق الملعب الأولمبي بالمنزه النادي الرياضي الصفاقسي. إذا النادي الرياضي الصفاقسي مثلوب في هذه المباراة أحمد الجواشي في حراسة المرمى، الحارس السابق للاتحاد الرياضي المنستيري. 23 أمير الحاج مسعود، 14 عصام المرداسي، 15 وسام العابدي، 2 فتح الغربي، 4 شاكر البرقاوي، 17 أنيس بوجلبان قائد فريق، 12 باب مالك، 22 هيكل القمامدية أو عنده الكرة تو تحصل على مخالفة. عبد الكريم النفطي عدد 10 و19 محمد القادري، هذا الامير المقدمي، واعاده للمخالفه اللي تحصل عليها النادي الرياضي الصفاقسي بعد تدخل من امير المقدمي. الحكم هو جمال بركات. تبعوا المخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، والتنفيذ باش يكون لعبد الكريم النفطي، هذا الحارس جون جاك تيزي حارس الترجي الرياضي التونسي. تنفيذ المخالفه لصالح النادي الصفاقسي تتنفذ. باب مالك يخرج جون جاك تيزي ياخذ الكرة. الترجي الرياضي التونسي مثلوب في هذه المباراة جون جاك تيزي في حراسة المرمى، رقم 14 وليد يكن، رقم 25 خالد بدرة، 15 وليد عزيز، 17 امير المقدمي، 21 كريم غازي، 12 جوهر المناري، 23 جوزي كليتون، 9 علي زيتوني، 6 عبد الكريم العوجي، و13 اسكندر سويح. الاحتياطيون في تشكيلة النادي الصفاقسي: علي القلعي كحارس مرمى احتياطي، 3 هيثم المرابط، 9 خالد بركة، 26 جمال خشارم، 18 كريم بن عمر، 20 زبير السافي، 11 انيس بن عمر. يدرب الفريق ميشيل دو كاستيل السويسري المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي. الاحتياطيون في تشكيلة الترجي: حمدي الكسراوي كحارس مرمى احتياطي، 20 محمد الجيزاني، 8 زياد التريكي، 19 وجيه الصغير المنتدب من الملعب التونسي، 3 زاهر طرابلسي القادم من الاتحاد الرياضي المنستيري، 24 داود بو عبد الله هذا اللاعب المنتدب الجزائري يشكو من اصابه خفيفه، وحمدي الحرباوي يحمل رقم 18. يدير المباراه جمال بركات كحكم ساحه، يساعدوه بشير الحساني، شكري سعد الله، الحكم الرابع عاطف اليعقوبي، ويراقب اللقاء محمد الغريبي. ضربة مرمى عن طريق الحارس أحمد الجواشي عالية، فما وليد يكن يرجع الكرة رأسية في اتجاه علي الزيتوني، ما ياخذهاش علي الزيتوني، توصل الكرة للأمير الحاج مسعود، يرفع كرة لأنيس بوجلبان، والتغطية من وليد عزيز، تخرج الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. أول لقاء أجمع الترجي بالنادي الصفاقسي كان يوم 4 سبتمبر 55 في زويتن، وانتهى على نتيجة 4-0 لصالح الترجي. الترجي في تاريخ لقاءات الفريقين سجل 128 هدف، والنادي الصفاقسي سجل 85 هدف. باب مليك. إذا انطلاق الموسم الرياضي الجديد، ونتمناه باش يكون هذا الموسم طالع خير على الرياضة التونسية بصفة عامة، وحظ سعيد لجميع الأندية. ترجع الكرة في هجوم معاكس النادي الصفاقسي، يضغط منذ انطلاق المباراة بعد مرور 4 دقائق. التحضير من عبد الكريم النفطي والتغطية.
كريم غازي يخلي الكره لخالد بدره. 4 دقائق اذا على انطلاق الوقت الاصلي للشوط الاول. ونجدد مره اخرى التحيه لكل اوفياء ومتتبعي الفضائيه تونس 7 في تونس وخارج حدود وطننا العزيز. نقول لهم مرحبا بكم في هذا اللقاء، لقاء الجوله الاولى لهذا الموسم الكروي الجديد. وبقيه اللقاءات انطلقت بحساب هذه الجوله الاولى من الموسم الكروي. كريم غازي، وليد يكل، عبد الكريم العوجي المنتدب من الاولمبي الباجي، هجوم لصالح الترجي والتغطيه من وسام العابدي، وتخرج الكره لصالح الترجي بعد اشاره من مساعد حكم الثاني شكري سعد الله. وهذه فكره عن جانب من احباء الترجي الرياضي التونسي اللي يحضروا على مدارج الملعب الاولمبي بالمنزه، يحضروا باعداد غفيره نجم نقولوا في هذا اللقاء الاول. ترجع الكره مره اخرى من وسام العابدي وتخرج تماسي صالح الترجي. تماسي صالح الترجي هذه فكره عن احباء النادي الرياضي الصفاقسي اللي جاوا لمسانده فريق النادي الصفاقسي. عبد الكريم العوجي، باب مليك، ما زالت الكره في مناطق النادي الصفاقسي. خطيره اسكندر السويح وفرصه هدف للترجي. اسكندر السويح فوق مرمى الحارس احمد الجواشي. امامكم اسكندر السويح، محاوله خطيره للترجي وتفاعل احباء هذا الفريق مع المحاوله الاولى للترجي كانت عن طريق اسكندر السويح. واحباء النادي الصفاقسي بكل قوه يشجعوا اعاده من زاويه اخرى. الفرصه اللي تحصل عليها الترجي والتصويبه الاخيره من اسكندر السويح. ترجع الكره عاليه، وليد كن في التغطيه توصل الكره لخالد بدره. خالد بدره يقص الكره، يبحث على المسانده، يرجع الكره الثاني لوليد عزيز. خالد بدره مره اخرى، جون جاك تيزي، وليد عزيز، امير المقدم، جوزي كليتو. تتقص الكره وترجع من جديد لصالح النادي الصفاقسي. هيكل القمامديه تبع فيه جوزي كليتو اللي يمس الكره. سويح ومع باب مليك. عبد الكريم العوجي قدام وسام العابدي. عبد الكريم العوجي فنيات كبيره لهذا المهاجم ومخالفه يصفرها الحكم جمال بركات لصالح عبد الكريم العوجي ويرفع الانذار. يرفع انذار الحكم جمال بركات، الانذار الاول في هذا الشوط الاول. اعاده للعرقله اللي تعرض لها عبد الكريم العوجي ومخالفه لصالح الترجي. مخالفه لصالح الترجي. الحارس احمد الجواشي القادم من الاتحاد الرياضي المونستيري. خالد بدره ينزل للهجوم. اسكندر السويح كالعاده في تنفيذ الكره الثابته. وليد عزيز بدوره وينزل الهجوم والحكم جمال بركات. في حوار مع امير الحاج مسعود رقم 23. احباء الترجي على الصوره. تتنفذ راسيه وفوق المرمى. خالد بدره كانت المحاوله الراسيه او امامكم قائد الترجي الرياضي التونسي. اعاده للعمليه. السويح في التنفيذ وبدر الراسيه فوق مرمى الحارس احمد الجواشي. قلنا المنتدب من الاتحاد الرياضي المونستيري. ترجع الكره لصالح الترجي. علي الزيتوني. عبد الكريم العوجي. عبد الكريم العوجي خطير في المناطق 18 متر. عبد الكريم العوجي وتخرج الكره ضربه مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ضربه مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ومره اخرى تاخذ فكره عن الجماهير اللي تحضر هذه المباراه الاولى، مباراه الجوله الاولى ذهاب بطوله القسم الوطني الف في كره القدم لهذا الموسم الكروي الجديد. وليد عزيز. وليد عزيز ترجع من وسام العابدي. امير المقدم. امير المقدمي من جديد الكره لصالح الترجي. مخالفه صفرها الحكم جمال بركات ضد امير الحاج مسعود. صاحب الانذار عصام المرداسي هو
اللي ترفع في وجهه الانذار. عصام المرداسي اذا هو اللي ترفع في وجهه الانذار من الحكم جمال بركات. اسكندر السويح باش يتولى تنفيذ المخالفه لصالح الترجي. الترجي بطل الموسم الفارط في كرة القدم، والنادي الصفاقسي بطل العرب، والكرة مباشرة ضربة مرمى لصالح النادي الصفاقسي. أحمد الجواشي 10 دقائق على امتلاك الوقت الأصلي للشوط الأول من هذا اللقاء، والنتيجة لا زالت التعادل كيف تشاهدوا على الصورة 0-0 بين الترجي الرياضي وضيف الملعب الأولمبي بالمنزه النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تتقص علي زيتوني ما ياخذهاش مرة أخرى. وليد كن خالد بدرة يرفعها عالية، ترجع من وسام العابدي، هيكل القمامدية، أنيس بوجلبان، أنيس بوجلبان، والمخالفة لصالح النادي الصفاقسي هذه المرة ضد وليد يكن، وانذار انذار لوليد يكن بعد انذار عصام المرداسي. وليد يكن انذار من الترجي، المخالفة تحصل عليها عبد الكريم النفطي امامكم. سريع هذا اللاعب، ووليد يكن اذا يصبح في رصيده انذار. جون جاك تيزي تأمين المحاصرة الفردية، تتنفذ المخالفة، ترجع من جديد، والحكم جمال بركات يقول المخالفة تصبح لصالح الترجي. تدخل غير شرعي، روح رياضية كيف بتلاحظوا على الصورة من وسام العابدي، جوهر المناري، خالد بدرة قائد الفريق باش يتولى تنفيذ المخالفة لصالح الترجي. ينفذ خالد بدرة على اليسار لأمير المقدمي، أمير المقدمي، علي الزيتوني، وسام العابدي، ترجع من جديد سيرة من عبد الكريم النفطي لباب مليك، باب مليك على الجهة اليسار الأمير الحاج مسعود، مرة أخرى عبد الكريم النفطي، والكرة تخرج تماس لصالح الترجي. تنفذ التماس رأسية من عبد الكريم العوجي، والكرة تخرج لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. يتنفذ التماس بسرعة، وسام العابدي، الأمير الحاج مسعود جاء على الجهة اليمين قدامه جوزي كليتون، قصيرة، هيكل القمامدية، هيكل القمامدية، وتضرب الكرة تغطية من جوهر المناري، كانت من عبد الكريم النفطي، وجوهر المناري يقوم بالتغطية وتخرج كرة تماس لصالح النادي الصفاقسي. يتنفذ التماس، تغطية من وليد عزايز، والكرة ضربة مرمى لصالح الترجي. أمامكم محمد القادري، وهذا الحارس أحمد الجواشي المنتدب من الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكرة لصالح الترجي على الجهة اليمين لوليد يكن، وليد يكن قصيرة مع خالد بدرة، خالد بدرة، اسكندر السويح، اسكندر السويح، جوزي كليتون، جوزي كليتون رأسية الأمير المقدمي، كما وسام العابدي يتبع في علي الزيتوني، وسام العابدي يقص الكرة وترجع قدام أمير المقدمي مرة أخرى، يرفعها أمير المقدمي على الجهة اليمين كريم غازي، كريم غازي، ويتبع فيه فاتح الغربي الظهير الأيسر للنادي الصفاقسي. كريم غازي باهية برشا المراوغة من كريم غازي، لكن باب مليك في التغطية يقص الكرة لكريم غازي، فتح الغربي، كريم غازي ما ياخذش على الكرة، ياخذها باب مليك، يرفعها عالية، باهي المجهود من باب مليك، باهي المجهود من باب مليك، وخالد بدرة برود الدم وخبرة يحط الكرة في التماس لصالح النادي الصفاقسي. العملية كريم غازي قدامه فاتح الغربي يقوم بالمراوغة، واللي ما شاهدتوش على الصورة انه باب مليك قص الكرة هذه، ترجع الكرة من جديد على عبد الكريم النفطي، تتقص من وليد عزايز، اسكندر السويح، اسكندر السويح يتحصل على مخالفة، مخالفة ضد هيكل القمامدية او امير الحاج مسعود الظهير الايمن للنادي الصفاقسي. اسكندر السويح، اسكندر السويح
قصيره مع جوهر المناري. عبد الكريم العوج ما فماش مخالفه، يقول حكم جمال بركات. ترجع للنادي الصفاقسي. هذا هيكل قمامديه، هيكل قمامديه قدام وليد عزيز. ما زالت الكره لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع التالي لعبد الكريم النفطي باش يسدد، بالفعل يسدد قويه فوق مرمى الحارس جورج كتيزي. مساقط مرتفع كيف ذكرنا في اول المصافحه. محاولات من الجانبين، من جانب الترجي وايضا من النادي الصفاقسي. ولقاء واعد يجمع زوز من ابرز الانديه التونسيه في لقاء الجوله الاولى لبطوله القسم الوطني الف في كره القدم. ترجع من جورج كتيزي الوليد يكن قدامه باب مالك. كريم غازي تتقصد الكره هيكل قمامديه مره اخرى. تحضير التسديد وتضرب في خالد بدره. وترجع من تيزي بيديه اسكندر سويح. امير المقدمي. وليد عزيز. وليد عزيز على اليمين الوليد يكن. كريم غازي المنتدب الجزائري. هي العمليه انطلاقه العمليه من وليد يكن ظهير الايمن للترجي. يرفع الكره علي الزيتوني توصل لاسكندر سويح. والتغطيه قبل ما توصل لاسكندر سويح. امير المقدمي يسدد بقوه وجانبيه. هي محاوله المباغته من بعيد من امير المقدمي. وامامكم عوده قويه لهذا المدافع. الترجي تعرفوا خاض عديد اللقاءات الرسميه هذه الصائفه، وانتصر في كل اللقاءات اللي اجراها لحساب كاس رابطه الابطال الافريقيه. بينما اقتصرت مشاركه النادي الصفاقسي على دوره وديه في السعوديه، المملكه العربيه السعوديه. احمد الجواشي يرجع كره طويله. جوهر المناري ترجع في وسط الميدان. انيس بوجلبان ثم قصيره من عبد الكريم النفطي باب مليك. ما فماش لمسه يد يقول حكم جمال بركات. وترجع الكره من فتح الغربي. هيكل قمامديه والكره تتجاوز الخط بعد اشاره شكري سعد الله المساعد الثاني للحكم جمال بركات. تماسي صالح الترجي. بنك احتياط فريق الترجي الذي التونسي. تخرج الكره تماس لصالح الترجي. وليد يكن هو اللي باش يتولى تنفيذ التماس. ينفذ التماس مع كريم غازي ويتبع فيه فتح الغربي. حوار بين كريم غازي وفتح الغربي والكره توصل لوسام العابدي. باب مليك. باب مليك قدامه اسكندر سويح يمسوا الكره وتخرج تماسي صالح النادي الصفاقسي. تماسي صالح النادي الصفاقسي. بنك احتياط الترجي محمد الجيزاني زياد التريكي. ترجع من جديد لصالح الترجي الذي التونسي. كريم غازي. باب مليك يقص الكره. هيكل قمامديه على اليسار على يمين الدفاع النادي الصفاقسي سمير الحاج مسعود. ما ياخذهاش انيس بوجلبان. تقسم جوزي كليتا ثم وليد عزيز. امير المقدمي تدخل من انيس بوجلبان. ما فماش مخالفه يقول الحكم. مازال امير المقدمي موقع على ارضيه الميدان والهجوم للنادي الصفاقسي. هيكل قمامديه. التحضير لعبد الكريم النفطي. وتتقص الكره من وليد عزيز. تسديد من انيس بوجلبان والتغطيه من جورج كتيزي قدام هيكل قمامديه. بينما يبقى امير المقدمي على الارضيه. نتمنى باش الاصابه تكون خفيفه على مدافع الترجي. هاي اعاده تدخل كان من انيس بوجلبان قائد النادي الصفاقسي. على فكره عن بنك احتياط النادي الصفاقسي هيثم المرابط، خالد بركه، جمال خشارم، كريم بن عمر، زبير السافي وانيس بن عمر، اضافه للحارس الاحتياطي علي القلعي. اذا الحكم هذا المدرب الارجنتيني مدرب الترجي اوسكار فولون. تجربه تتواصل مع هذا الفني صاحب الخبره الطويله والسجل الحافل. زوز بطولات افريقيه، واحده مع الرجاء البيضاوي والثانيه مع اساك ابيجان الايفواري. تقوم اذا امير المقدمي لاباس وباش يستأنف اللعب. جورج كتيزي على الصوره حارس الترجي. يقوم قلنا اذا امير المقدمي باش
باش يستأنف اللعب بالتماس للنادي الصفاقسي. ترجع من فتح الغربي لباب مليك، وفتح الغربي يرجع الكرة لوليد يكن. وليد يكن، خالد بدر تقص الكرة من جديد وترجع لصالح النادي الصفاقسي. طويلة في اتجاه البلندية، فما راية من بشير الحساني المساعد الأول حكم جمال بركات. هذا ميشيل دوكاستاد سبق له باش أشرف على حضور أكابر الترجي الذي التونسي، وهذا الموسم نلقاوه على رأس الإدارة الفنية للنادي الرياضي الصفاقسي. جوهر المناري، وليد عزيز، أمير المقدمي. عدد التسللات أمامكم والتوقيت 20 دقيقة في الوقت الأصلي للشوط الأول. النتيجة لا زالت التعادل السلبي بين الفريقين، الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي في اللقاء رقم 97 لحساب البطولة الوطنية بين الفريقين. هيكل القمامدية قدام وليد يكن، قصيرة تحضير الباب ماليك، ثم تسديد بقوة من أمير الحاج مسعود، جانبية لمرمى الحارس جون جاك تيزي. أمير الحاج مسعود يجي من الخلف من الدفاع ويحاول يسدد قوة، لكن كورته كانت جانبية لمرمى الحارس جون جاك تيزي حارس الترجي. هي إعادة التحضير والتسديد بقوة، لكن كورته كان بعيدة بخارج الساق، والمخالفة صفر الحكم جمال بركات لصالح الترجي. علي الزيتوني، اسكندر السوايح نفذ المخالفة مع وليد يكن قدامه باب ماليك، يرفع الكرة ترجع من وسام العابدي. وليد عزيز، الباب ماليك مرة أخرى، عبد الكريم النفطي، باب ماليك، عبد الكريم النفطي ويتبع فيه خالد بدرة. عبد الكريم النفطي قدامه خالد بدرة، والكرة يقولوا تتجاوز الخط، يقول الحكم المساعد الثاني شكري سعد الله، والتماس صالح الترجي مرة أخرى للترجي بعد لمسة من باب ماليك. يتفق التماس بسرعة، جانب من أحباء الترجي على الصورة يحضر على مدارج الملعب الأولمبي بالمنزه، والفضائية تونس 7 كالعادة حريصة على عدم التفريط في أي فرصة تمكن بها المشاهد التونسي من متابعة كل التظاهرات الرياضية. كيف قاعدين تلاحظوا هذه المدة المواكبة والتغطية الفورية والشاملة الألعاب الأولمبية أثينا 2004، ومع انطلاق نشاط البطولة الوطنية أنتم مباشرة مع هذا اللقاء من الملعب الأولمبي بالمنزه، اللقاء الافتتاحي يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الرياضي الصفاقسي. المخالفة لصالح النادي الصفاقسي تتنفذ من عصام المرداسي، فتح الغربي على الجهة اليسار، قصيرة مع عبد الكريم النفطي ويتبع فيه وليد يكن، ترجع من باب ماليك، باهي من باب ماليك، أنيس بوجلبان قائد الفريق حط الكرة على الجهة اليمين، أمير الحاج مسعود يسدد بقوة وجانبية لمرمى الحارس جون جاك تيزي. هذه التسديدة والمحاولة الثانية من أمير الحاج مسعود، هذه كانت أقرب لشباك الحارس جون جاك تيزي. الإعادة أمير الحاج مسعود للمرة الثانية يحاول التسديد والمباغتة من بعيد، وكورته ما كانتش بعيدة برشا على القائم الأيمن لحارس الترجي جون جاك تيزي. وليد يكن، علي الزيتوني يقوم بتغطية محكمة ورجع الكرة لوليد يكن مرة أخرى. وليد يكن لخالد بدر بعد تحول رضي شعائب احتراف في فريق بولتون الإنجليزي، يصبح وليد عزيز في محور الدفاع إلى جانب خالد بدر. كرة ترجع من عصام المرداسي، تماس لصالح الترجي، ويقول الحكم جمال بركات مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. لا، تماس بالفعل بعد الإشارة بتاع الحكم مساعد أول. تخرج الكرة تماس اسكندر سوايح وتلمس الكرة في أمير الحاج مسعود، وتخرج تماس لصالح الترجي. أمير المقدمي باش يتولى تنفيذ التماس الترجي مع عبد الكريم العوجي، جوزي كليتون يرجع الكرة لأمير المقدمي، لكن تخرج تماس بعد تدخل من أنيس بوجلبان.
تماسي صالح الترجي. امير المقدمي مره اخرى، اسكندر السويح يتيح، عصام المرداسي، عصام المرداسي، جوهر المناري، امير المقدمي، امير المقدمي، وترجع الكره من جديد لجوهر المناري. الوليد يكن يتبع فيه هيكل قمامديه، يقص الكره، هيكل قمامديه يقص الكره الوليد يكن، ويسمح الهجوم لصالح النادي الصفاقسي. باب مالك، باب مالك، عبد الكريم النفطي، انيس بوجلبان، امير الحاج مسعود، تبع فيه السويح، والكره تلمس في ساق اسكندر السويح وتخرج تلمس لصالح النادي الصفاقسي. التوقيت 25 دقيقة في الوقت الأصلي للشوط الأول. جوزي كليتون أمامكم، كانت المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أثينا، إلى جانب طبعا محمد جديدي وخالد فاضل. عصام المرداسي يرجع الكرة لوسام العابدي، حارس مرماه أحمد الجواشي، قم بالتغطية على علي الزيتوني، ترجع من أحمد الجواشي طويلة. أمير الحاج مسعود، باهية رأسية كانت من محمد القادري، قص من كليتو. وليد عزايز، ما فماش مخالفة من الحكم جمال بركات. ترجع الكرة طويلة، لأنه باش الإصابة تكون خفيفة على قائد النادي الصفاقسي أنيس بوجلبان. ترجع لصالح النادي الصفاقسي، والهيكل قمامدية وعبد الكريم النفطي خارج الكرة تماس للتمكين أنيس بوجلبان من تلقي الإسعافات. وجانب من أحباء النادي الصفاقسي على مدارج ملعب المنزه، والتشجيع يتواصل من الجانبين في هذه المباراة الشيقة. أمامكم جوزي كليتون، مازال أنيس بوجلبان يبقى على الأرضية. هذا جوهر المناري على الصورة، وفكرة عن الملعب الأولمبي المنزه المدارج، لكن الحضور يعتبر جيد على أول لقاء في هذا الموسم الكروي الجديد. فكرة شاملة وكاملة. شكرا لك سي الحاج سليمان، كل زملائنا التقنيين الفنيين المصورين تابعين لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية بيأمنوا لكم في هذا النقل المباشر من الملعب الأولمبي بالمنزه. أنيس بوجلبان وروح رياضية عالية كيف تلاحظوا بين جوزي كليتون وأنيس بوجلبان، يقوم الحمد لله لاباس. ويستأنف اللعب بالتماسي صالح النادي الصفاقسي، ويتواصل التشجيع على مدارج الملعب الأولمبي بالمنزه، والكرة لصالح النادي الصفاقسي مخالفة. عبد الكريم النفطي يخلي الكرة لباب مالك، سيرة مع عبد الكريم النفطي. عبد الكريم النفطي يرفع كرة على الجهة اليمين، لكن ثم تغطية من أمير المقدمي لعلي الزيتوني. علي الزيتوني، علي الزيتوني باهي لأمير المقدمي. أمير المقدمي جوهر المناري، جوهر المناري يرجع الكرة لخالد بدرة. خالد بدرة قدامه عبد الكريم النفطي، جوهر المناري مرة أخرى خالد بدرة، وليد عزايز، وليد يكن، جوزي كليتون، خالد بدرة، اسكندر السويح يخرج مقدمي على اليسار. من المقدم ياخذ الكرة، حاول المجاوزة لكن يتيح، ترجع من عبد الكريم العوجي. السويح لكليتون، كليتون وتلمس الكرة في يده، ولا لمسة يد مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. أمامكم جوزي كليتون إعادة للعملية، الكرة لمست في اليمين لجوزي كليتون، ووليد يكن يمس الكرة وتخرج تماس لصالح النادي الصفاقسي، يتنفذ التماس وتخرج من محمد القادري، ما أحكمش ترويض الكرة. أمامكم محمد القادري، تماس الترجي خالد بدر، هذا باب مالك، خالد بدر، الوليد عزايز، أمير المقدمي قدامه هيكل قمامدية يرجع الكرة لجوهر المناري. جوهر المناري، عصام المرداسي رأسية يحط الكرة تماس لصالح الترجي. طبعا زوج فرق يعرفوا بعضهم، تقابلوا في العديد من المناسبات واللقاءات الحاسمة، وهذا ما يخلي الحذر انه يطغى
على كل العمليات الهجوميه للفريقين. ترجع الكره لصالح الترجي. وليد يكن، وليد يكن الزيتوني يطلب الكره لكن ترجع لوسام العابد. اسكندر السوايح تقسم لانيس بوجلبان. هجوم لصالح النادي الصفاقسي. عبد الكريم النفطي تبع فيه جوهر المناري. امير الحاج مسعود. هيكل القمامديه ما ياخذش الكره. قصها وليد عزيز وتخرج تماسي صالح النادي الصفاقسي. وليد عزيز العائد الى الترجي. وحان الان موعد صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها. ترجع الكره من وليد عزيز. امير المقدمي. نصف ساعه في الوقت الاصلي لهذا الشوط الاول والنتيجه امامكم لا زالت تتعادل 0-0 بين الترجي والنادي الصفاقسي. علي الزيتوني، علي الزيتوني وترجع الكره من جديد لباب مليك. انيس بوجلبان لا شكل البرقاوي الفتح الغربي من جديد لصالح الترجي. جوهر المناري، جوهر المناري يحط كره على الجهه اليسار. الامير المقدمي، امير المقدمي. جوزي كليتون يتبع فيها انيس بوجلبان. جوزي كليتون وانيس بوجلبان ما فماش مخالفه في الحكم جمال بركات. كليتون طالب بالمخالفه ترجع من انيس بوجلبان. باهي من هيكل القمامديه عبد الكريم النفطي. هجوم سريع لصالح النادي الصفاقسي. التمرير خطيره العمليه من محمد القادري في دين الحارس وجد تيزي. بسرعه ترجع الكره لصالح الترجي. هذا محمد القادري. كريم غازي يرفع كره طويله لعبد الكريم العوجي. عبد الكريم العوجي بيتبع فيه شكل البرقاوي. باهي المراوغه يرفع كره والتسديد من كليتون خارج المرمى. ثم رايه قبل، ثم رايه من الحكم المساعد الثاني شكري سعد الله. هنا ان الكره عبد الكريم العوجي تجاوزت الخط النهائي. هاي اعاده العمليه اللي تحصل عليها النادي الصفاقسي من محمد القادري. فرصه والكره انتهت في دين الحارس وتكتيزي. ثم العمليه تحصل عليها الترجي بعد التمهيد من عبد الكريم العوجي والتسديده الاخيره من جوزي كليتون. رايه شوفوا الحكم المساعد الثاني شكري سعد الله يرفع الرايه قبل ما يرفع عبد الكريم العوجي الكره. ترجع الكره من باب مليك. باب مليك من جديد محمد القادري. عبد الكريم النفطي. عبد الكريم النفطي قدامه امير المقدم. حاول المراوغه انيس بوجلبان في دين تيزي، في دين جون جاك تيزي. نسق مرتفع لحد الدقيقه 32 من الشوط الاول. المحاولات الهجوميه، محاولات التهديف من الجانبين وسرعه في حبك العمليات الهجوميه انطلاقا من وسط الميدان وحتى من الخط الخلفي للفريقين. كريم غازي باهي يقص الكره مع باب ماليك. ما فماش مخالفه يقول الحكم جمال بركات. صفر مخالفه. جمال بركات هي الاعاده تدخل من كريم غازي في مناسبه اولى. ثم باب ماليك تحصل على مخالفه اذا لصالح النادي الصفاقسي واعاده مره اخرى. العمليه اللي تحصل عليها النادي الصفاقسي على مخالفه كانت ضد كريم غازي تحصل عليها باب ماليك. وتخرج الكره اذا لصالح النادي الصفاقسي. تماس هذا كريم غازي والروح الرياضيه متواصله في هذا اللقاء مع باب ماليك. شفنا المشهد السابق كان بين كليتون وانيس بوجلبان. روح رياضيه عاليه وهذا المطلوب في كل المباريات وكل لقاءات الفرق التونسيه. جوهر المناري. باب ماليك تبع فيه اسكندر السوايح. تقص الكره من كليتون. علي الزيتوني توصل له الكره. ثم كريم غازي يطلب الكره على الجهه اليمين توصل لعبد الكريم العوجي. عبد الكريم العوجي يحسن المراوغه، يتقن المراوغه. العوجي يرفع الكره في اللقاء الثاني. ثم اسكندر السوايح. اسكندر السوايح مره اخرى يخرج الجواشي باناقه كبيره. احمد الجواشي ياخذ الكره ورجعها بسرعه. هيكل القمامديه تبع فيه وليد عزيز. قص الكره وليد عزيز والمخالفه لصالح الترجي.
شوفوا العمليه بتاع الاسكندر سويح والتدخل الانيق من احمد الجواشي. ممتاز الارتماء على الكره من حارس النادي الرياضي الصفاقسي. امير المقدم، امير المقدمي لاسكندر سويح. اسكندر سويح قدامه قائد النادي الصفاقسي انيس بوجلبان. ترجع الكره من جديد للباب ماليك، لكن قبله اما جوهر المناري. ترجع الكره من جديد للنادي الصفاقسي. عبد الكريم النفطي، محمد القادري، هجوم خطير لصالح النادي الصفاقسي. قدامه خالد بدره في التغطيه، يرفع الكره باهيه من تيزي، يخرج جون جاك تيزي، ياخذ الكره قدام هيكل قمامديه. 35 دقيقه، 10 دقائق ما زالت تفصلنا على نهايه الوقت الاصلي للشوط الاول. التعادل يتواصل 0-0 بين الترجي والنادي الصفاقسي. المناري، الامير المقدمي، اسكندر سويح، باهيه برشا لعلي الزيتوني، حلوه التمريره علي الزيتوني، تدخل وضربه جزاء. ضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد تدخل من لاعب رقم 15 وسام العابدي. هاي اعاده لعمليه ضربه الجزاء حصل عليها الترجي. الصوره امامكم، تمريره ممتازه من اسكندر سويح، علي الزيتوني، علي الزيتوني، والتدخل تدخل كان من وسام العابدي. ضربه جزاء لصالح الترجي. 36 دقيقه في الوقت الاصلي للشوط الاول. الحكم جمال بركات يصفر ضربه جزاء لصالح الترجي. اعاده مره اخرى تمريره من اسكندر سويح حتى يكون المشاهد التونسي قريب من الحكم على كل العمليات اللي تقع. الحكم جمال بركات اذا يصفر ضربه جزاء لصالح الترجي. التوقيت دقيقه 36 من المباراه. علي الزيتوني هو اللي تحصل على ضربه الجزاء. الحارس احمد الجواشي من جهه، واحباء الترجي يشجعوا وينتظروا شغف كبير مصير ومآل ضربة الجزاء والتنفيذ في يكون اسكندر سويح. طبعا المختص في تنفيذ الكرة الثابتة وضربة جزاء فريق الترجي الرياضي. احمد الجواشي اذا من جهة واسكندر سويح من جهة اخرى. هذا بنك احتياط الترجي. اسكندر سويح تعرفوا اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي، هو اللي مشيت ولا تنفيذ ضربة الجزاء. في المقابل الحارس الاسبق ايضا للاتحاد الرياضي المونستيري احمد الجواشي امامكم. لمن ستكون الكلمة للسويح ام للجواشي؟ التنفيذ والهدف. اسكندر سويح يسجل الهدف الاول لصالح الترجي دقيقة 37. هدف لصفر لصالح الترجي رغم محاولة احمد الجواشي. شوفوا مشى في الاتجاه نتاع الكرة، مسها بيده احمد الجواشي الكرة، مشى في نفس الاتجاه اللي مشات فيه كرة اسكندر سويح، لكن هذا ما منعش سويح من تسجيل الهدف الاول. شوفوا احمد الجواشي اختار الاتجاه الصحيح، اتجاه الكرة الصحيح، لكن التسديدة كانت قوية. هدف للترجي، لا شيء للنادي الصفاقسي في الدقيقة 37 من الوقت الأصلي للشوط الأول. وفرحة كبيرة لأحباء الترجي على مدارج ملعب المنزل. إذا تتغير النتيجة تصبح هدف لصفر لصالح الترجي. التوقيت 37 دقيقة. اسكندر سويح على إثر ضربة جزاء. ترجع خالد بدرة يرفعها عالية، فما أمير المقدمي، أمير المقدمي، وتوصل الكرة تمس لصالح النادي الصفاقسي. أمير الحاج مسعود مشيت ولا تنفيذ، ينفذ التماس أنيس بوجلبان، يتبع فيه جوهر المناري، يتبع فيه جوهر المناري، باهية من أنيس بوجلبان، باهية من جوهر المناري. ارتماء في الوقت المناسب، تايمينج في الوقت المناسب، يلمس الكرة وخرجها ركنية لصالح النادي الصفاقسي. التنفيذ باش يكون لعبد الكريم النفطي. عدد الركنيات 2 للنادي الصفاقسي، لا شيء للترجي. تتنفذ باهية من باب ماليك وممتازة من جون جاك تيزي. فرصة هدف التعادل، كرة مباغتة من باب ماليك وتصدي رشيق وممتاز من جون جاك تيزي. ركنية ثانية للنادي الصفاقسي. وعبد الكريم النفطي دائما في التنفيذ.
لا المره هذه خلي الكره لشكل البرقاوي. شكل البرقاوي هو باش يتولى تنفيذ الركنيه لصالح النادي الصفاقسي بعد تصدي رشيق من جون جاك تيزي. شكل البرقاوي ينفذ، كره توصل من القمامديه، بالتالي ترجع لسام العابدي في اتجاه نيس بوجلبان، لكن قبله امير المقدم. محمد القادري ما ياخذهاش مع اسكندر السوايح، باهي من السوايح وتحصل على مخالف. اسكندر السوايح يرجع لمعاضده المدافعين. انيس بوجلبان مع امير المقدمي. شاكر البرقاوي، هيكل القمامديه باب ماليك، خطير باب ماليك، خطير باب ماليك. عبد الكريم النفطي يبعد على اسكندر السوايح، التحضير لشكل البرقاوي، التسديد فوق المرمى. يرجع بقوه النادي الصفاقسي بعد قبوله للهدف. 40 دقيقه هي اعاده الركنيه اللي تحصل عليها النادي الرياضي الصفاقسي، والمحاوله نتاع باب ماليك والتصدي الممتاز من جون جاك تيزي. تتواصل اذا الاسبقيه، هدف ل0 لصالح الترجي قبل نهايه الوقت الاصلي للشوط الاول. 5 دقائق وصلنا دقيقه 40 دون اعتبار. وقت بدل الضائع طبعا يبقى من مشمولات الحكم جمال بركات. ترجع الكره للحارس احمد الجواشي، يرفعها عاليه، ترجع من امير المقدمي، عصام المرداسي مع علي الزيتوني، تقص الكره من علي الزيتوني ثم امير المقدمي السويح، لكن تتقص الكره وترجع من وسام العابدي طويله، ما يخرجش محمد القادري، وتخرج الكره ضربه مرمى لصالح الترجي. اعاده لهدف الترجي جاء على اثر ضربه جزاء رغم المحاوله تاع الحارس احمد الجواشي. اسكندر السوايح تمكن من اعطاء الاسبقيه لفريقه وافتتح النتيجه هدف مقابل 0. ترجع من امير المقدم، ما ياخذهاش امير حاج مسعود، جوزي كليتون، سوايح الكريم غازي تبع في فتح الغربي، كريم غازي قدامه فتح الغربي، باهي التمهيد لجوزي كليتون مع شاكل البرقاوي. جوزي كليتون التحضير للسوايح، جاته في الساق اليمين، عبد الكريم النفطي يخص الكره وترجع من وسام العابدي مره اخرى. باب ماليك، مجهود كبير لباب ماليك لحد الان. امير الحاج مسعود، امير الحاج مسعود الهيكل القمامديه وتبع فيه وليد عزايز، باهيه من وليد عزايز، والكره ركنيه لصالح النادي الصفاقسي. عوده قويه لمدافع الترجي، دخل موفق مع هيكل القمامديه والكره ركنيه. او نشاهدوا الاعاده، شوفوا كيفاش لمس الكره، خبره طويله للمدافع وليد عزايز. الحكم جمال بركات يصفر مخالفه. شاهد الاشاره نتاع الحكم المساعد الاول بشير الحساني لوجود ركنيه، والحكم جمال بركات اشار الى مخالفه، والقرار الاخير للحكم جمال بركات 10 مخالفات ضد النادي الصفاقسي، 5 ضد الترجي. تنفيذ المخالفه باش يكون لعبد الكريم النفطي، في التغطيه كليتون وامير المقدمي. تنفذ المخالفه، يخرج تيزي ياخذ الكره، يخرج تيزي ياخذ الكره ومطالبه بمخالفه. حارس الترجي يطالب بمخالفه، والحكم جمال بركات يمنح الكره للترجي. اعاده، كانت الحوار كان مع عصام المرداسي. عصام المرداسي نعرفوا عنده انذار، نفس الشيء بالنسبه لوليد يكن. امير المقدمي، جوزي كليتون، فما لمسه يد، مخالفه لصالح الترجي. تتنفذ بسرعه من جوهر المناري لخالد بدره، خالد بدره، وليد يكن، وليد يكن قدامه باب ماليك، وليد يكن الكريم غازي، ما تتعداش كره الكريم غازي، تمس في الشكل المرقاوي ثم باب ماليك. محمد القادري تبع في خالد بدره، يمس الكره الحارس مرماه جون جاك تيزي، يرجعها لخالد بدره قائد الفريق. جوهر المناري، جون جاك تيزي، دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. ترجع الكرة جوزي كليتون، كليتون علي الزيتوني ومع عصام المرداسي، ترجع لأنيس بوجلبان قائد فريق النادي الصفاقسي، تغطي على الكرة لكن تتقص أنيس بوجلبان، توصل لجوهر المناري، جوهر المناري لوليد يكن، وليد يكن ويتبع فيه باب ماليك،
وليد يكن الكريم غازي ما توصلوش، ترجع من فتح الغربي. عبد الكريم النفطي باب مليك يخرج الكره للتماس، تماس لصالح الترجي، تماس لصالح الترجي والتنفيذ لوليد يكن. ينفذ التماس لعبد الكريم العوجي، مطالبه بالمخالفه لكن الحكم جمال بركات يقول ما فما شيء. ترجع الكره لصالح النادي الصفاقسي، تدخل من وليد يكن باهي المراوغه، ما زالت الكره للترجي. عبد الكريم العوجي تدخل من الخلف، ما فماش مخالفه يقول الحكم جمال بركات للصوايح. ترجع الانيس بوجلبان، احتجاج من فريق الترجي على هذه العمليه ومطالبه بمخالفه. هيك البلديه تبع فيها امير القدمي، يمس الكره وتخرج تمس لصالح النادي الصفاقسي. 2 دقائق وقت بدل ضائع. هذا الحكم الرابع التونسي عاطف اليعقوبي. مطالبه من ابناء النادي الصفاقسي بمخالفه سبقتها، مطالبه من اسكندر سويح بمخالفه للترجي. الحكم جمال بركات يمنع المخالفه لصالح النادي الصفاقسي، تتنفذ من عبد الكريم النفطي. امير الحاج مسعود يسدد جانبيه لمرمى الحارس جون جاك تيزي. امير الحاج مسعود امامكم، وهذه العمليه اللي طالب على اثر الترجي بمخالفه. الصوره كانت امامكم. و2 دقائق وقت بدل ضائع كنتوا تشاهدوا في اللوحه الالكترونيه رفعها الحكم الرابع عاطف اليعقوبي. 2 دقائق وقت بدل ضائع بعد نهايه هذا الوقت الاصلي. وصلنا دقيقه في هذا الوقت بدل الضائع، دقيقه فقط ما زالت تفصلنا اذا على نهايه هذا الوقت بدل الضائع. والكره ترجع لصالح الترجي. كريم غازي، الاسبقيه باقي هدف لصفر. نذكروا دقيقه 37 الترجي يفتتح النتيجه عن طريق اسكندر سويح على اثر ضربه جزاء حصل عليها علي زيتوني. مخالفه اخرى للنادي الصفاقسي. ترجع بسرعه انيس بوجلبان، امير المقدمي في التغطيه. انيس بوجلبان باليسار، محمد القادري ما فماش رايه. محمد القادري باب مالك قدامه خالد بدره، مطالبه بضربه جزاء من قائد الفريق انيس بوجلبان. الحكم جمال بركات يقول ما فما شيء بعد عمليه التغطيه اللي قام بها خالد بدره. ترجع الكره بضربه مرمى لصالح النادي الصفاقسي. نشاهدوا الاعاده. باب مليك وخالد بدره، والكره تنتهي بضربه مرمى لصالح الترجي. اعاده مره اخرى. محمد القادري حذر باب مليك، خالد بدره في التغطيه. وفي هذه الاونه يعلن الحكم جمال بركات على نهايه الشوط الاول من لقاء الترجي والنادي الصفاقسي بتقدم الترجي هدف لصفر. الهدف تسجل عن طريق اسكندر سويح على اثر ضربه جزاء حصل عليها علي زيتوني. وامامكم الاحصائيات الخاصه بهذا الشوط الاول: عدد التسللات، الركنيات، التصويب، المخالفات، ونسبه امتلاك الكره. 51 للنادي الصفاقسي، 49 للترجي. نشكركم على حسن المتابعه والانتباه. نلتقي مع بدايه الشوط الثاني ان شاء الله. الى اللقاء.